السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله جاية لكم فيديو جديد. يلا بينا نسمي الله ونشوف النهاردة هنعمل إيه. يا صباح النشاط كله. تعالوا بقى، كل الناس راحت المصيف ما عدا أنا. أعمل مصيفك بإيدك بقى. يعني تخيل إنك رحت المصيف. تعالوا بقى النهاردة، بصوا، قررنا نعمل حفلة مشاوي كده، ونتخيل إن احنا طلعنا البحر واللمة بقى. يعني ربنا يخلي اللمة اللي تفتح النفس. تعالوا بقى النهارده تبلت لهم كده شويه فراخ. خدت صدور الفراخ عملت بيها شيش، والاوراق تبلتها كده تتبيله حلوه قوي، ونشوي بقى على الفحم الخطير ده. نحس يعني وناكل بره كده، لو الجو ساعدنا ان احنا ناكل بره هناكل بره، ونحس ان باللمه كده بتاعه المصيف واجواء المصيف. بس احنا ما رحناش البحر، بس اهو يعني اي حاجه من بتاعه المصيف. الناس كلها راحت ما عدا انا. تعالوا بقى نشوف. هقول لكم انا تبلت الفراخ دي ازاي. بصوا، تتبيله جافه كده. لا بضرب حاجه ولا بعمل حاجه، انا بجيب شويه زيت كده محترمين على قد الفراخ اللي معاكي، واحط على الزيت ده بقى ايه. هقول لكم كل الحاجات، يعني كل البهارات اللي ممكن تكون في مطبخك. بصوا بقى، السبع بهارات: جنزبيل بودره، توم بودره، بصل بودره، قرفه بودره، شويه ملح، شويه فلفل اسود، يعني شويه تحبيشه كده لو عندك برضو، حبهان مطحون، اي حاجه من الحاجات دي. واهم حاجه بقى البابريكا، اللي هي الفلفل الاحمر المدخن، بيديك طعم حلو قوي في المشويات. تخلطي بقى في الزيت كده وتمسكي الفراخ بتاعتك، يعني نعمل فيها شقوق كده، وندعك بقى الفراخ كده. قطعيها بقى الاحجام اللي تناسبك، وندعك الفراخ بالخلطه الجافه اللي معانا دي، ونسيبها مثلا ساعتين 3 او تتبليها من بالليل. وانا عملت كده وعلى الشوايه بقى، يعني ولعت الفحم كده وظبطتهم. بصوا الريحه، شامين الريحه. عملت الصدور بقى زي ما قلت لكم شيش. انا بحب جدا الشيش طاووق، يعني مع الفلفل بتاعه مع البصل كده بيبقى حاجه عظيمه جدا. تبلت الفلفل ازاي؟ جبت كوبايتين زبادي على قد برضو الكميه اللي معاكي، وحطيت فيهم بابريكا وفلفل اسود، شويه توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، وقرفه، والسبع بهارات. وبالمعلقه كده قلبتهم، وقطعت الشيش زي ما انتم شايفين كده مكعبات الصدور. انا بعمل الشيش غالبا بصدور الفراخ. قطعتها مكعبات حلوه، يعني لا صغيره ولا كبيره عشان ما تنشفش منك. وجبت بقى الخضار بتاعي ده، فلفل الوان احمر واصفر واخضر وبصل، وقلبته كمان. بصوا زي ما انتم شايفين كده في خلطه في تتبيله الشيش بالزبادي بقى بكل الحاجات دي. وبصوا هم جاعوا ومستنيين الاكل ريحته خطيره وجميل. وفي الحر ده لا طبيخي بقى ولا يعني حاجات مشويه حلوه قوي. انا استنيت بصراحه لحد الحر كده ما يكسر. طلعنا كده على بعد العصر، وكانت حلوه قوي، فكره عظيمه جدا، وعملنا احلى مشاوي وسط اللمه الحلوه دي. بصوا بقى انا كده خلاص شويت الفراخ. بصوا بقى الحلوين مستنين الاكل جاعوا، يعني والريحه بقى جوعتهم اكتر. تعالوا بقى نشيلنا الفراخ. بصوا بقول لهم استنوا اصبروا شويه. شلنا الفراخ. هنحط بقى الشيش، شكله تحفه وريحته كده حلوه قوي، ومش هياخد معايا سوا. حاولي ما تنشفيش الفراخ قوي عشان تبقى جوسي كده وطعمها حلو معاكي. وتتبيلتين بسيطين جدا جدا انا قلت لك عليهم. تعالوا اوريكم من قرب. تعالوا اوريكم الشيش وجماله وشكله. بس شكله كده يفتح النفس. وبصراحه انا بحب كمان يعني البصل المشوي والفلفل الالوان كده لما يتشووا معاه بحبهم عن الفراخ كمان. تعالوا اوريكم الشكل. تعالوا بصوا الجمال. بصوا الجمال والحلاوه. تعالوا اوريكم كمان بقى ايه لما اتشوى كده وخد لون. قلبناه بقى. بصوا الطعام وبصوا الجمال. ونعمل بقى شوية رز او ناكل بعيش، نعمل شوية طحينة ومخلل وسلطة كده، ونجمع كل كده وناكل بالهنا والشفا. بصوا بقى انا كده ايه، خلاص يعني بقلب اللي هي عايزة تتلون كمان شوية. بصوا خطير. كل حاجة كانت حلوة النهاردة. جربي المشويات دي واعملي بقى ايه يعني. تخيلي انك رحتي اي مكان، رحتي البحر، رحتي اي حاجة، احنا ناكل في الجنينة بقى. لو قدرنا نستحمل الحر يعني.
بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الجمدان والشكل والجمال ده كله. تعالوا بقى، هو كده خلاص استوى، بقت حتة الفراخ بصوا جوسي وجميلة كده. وده اخر واحد معانا في الشيش، عايز له تقليبة بسيطة جدا جدا. بصوا بقى الجمال. يلا بالهنا والشفا. تعالوا بقى ننضف المكان مكاننا. بعد ما شوينا كده جبت البلور وقعدت بقى ايه انفخ كده شوية، انزل كل حاجة ومن غير مقشة ولا اي حاجة. كان يومنا حلو جدا. البلور ده بصوا طير معايا نيبة العصافير ومكان الفحم ومكان الشوي وكل حاجة، وبقى المكان نظيف زي الفل زي ما انتم شايفين كده. جربي بقى الفراخ بالطريقة اللي انا عملتها دي، وتخيلي انك رحتي المصيف. اللي ما راحش المصيف يعمل مشاوي عشان يعيش الاجواء دي. بكده بقى يكون الفيديو النهاردة خلص. اشوفكم على خير، مع السلامة.